الماركتنج استراتيجي هي اقرب ما يمكن ان هو يوصل البيزنس بلان والبيزنس اوبجكتيف بالتكتيكال سولوشنز اللي انت بتحطها على الارض. طيب يعني احنا هنا بنرجع لاشهر بوست ممكن تشوفه على لينكد ان، هتشوفه على الارتكلز، هتشوفه في اي حد متخصص في التسويق. دايما هيقول لك تعالى نتكلم على الماركتنج استراتيجي فيرسز ماركتنج بلان او التكتيك. فمعظم المسوقين بيركزوا جدا ان هو يعمل تكتيك، انا هعمل اللي انت عايزه ازاي. فبيفترض ان في بيزنس بلان واضحه وفي اهداف واضحه، واحنا كلنا عندنا رؤيه واضحه كشركه، وكل اللي مطلوب منك هنا بقى ان انت تيجي تنفذ. لكن دور الماركتينج ان احنا نحول الكلام النظري لكلام عملي. يعني ايه الكلام النظري؟ بنقول يا جماعه 4 بيز 7 بيز. طب ما هو 4 بيز احنا بنقول مثلا برايس، مثلا على سبيل المثال. يعني ايه برايس؟ يعني هل انا دوري كواحد ماركتير ان انا يبقى ليا جزء وقرار في الماركتنج في البرايس بتاع المنتج؟ البليس، البروموشن، الفيزيكال ايفيدنس، البيبل، كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي نظريا دورك ان انت تبدا تحولها لشيء عملي. الماركتنج استراتيجي هي اقرب ما يمكن ان هو يوصل البيزنس بلان والبيزنس اوبجكتيف بالتكتيكال سولوشنز اللي انت بتحطها على الارض. فبدل ما تروح تقول لي انا هستخدم البادجت الفلانيه، لا، احنا بنتكلم في مين الهيئات او الافراد اللي احنا ممكن نضحي بيهم عشان نوصل لناس تانية. ليه؟ ده هيتماشى مع انهي هدف من اهداف الشركه. لو انا دلوقتي عملت اللي انت بتقوله ده، بعد سنه من دلوقتي الناس لما هنقول اسم البراند بتاعنا هيفتكروا ايه؟ لو احنا بنتكلم في مجموعه قرارات انت بتاخدها، ايه الريسك اللي هيحصل لو انا ما خدتش القرارات دي؟ طب ايه الريسك اللي هيحصل لو انا اخدت القرارات دي؟ طيب ايه هي البريك ايفن بوينت عندك اللي هقول ان انا حققت هدف الار او ام اي، ريتيرن اون ماركت انفستمنت؟ طيب لو انا اخدت القرار اللي انت بتقوله ده وخيشنا وعملنا حاجه غلط، ايه النقطه اللي عندها انا هقف؟